بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. بسم الله توكلنا على الله. بص يا أصدقائي، الفكرة كلها في حتة هناخد فكرة من أهم أفكار الامتحان، وهي الحكم على قراءة الفولتميتر وإضاءة المصباح وما إلى ذلك، لأن ده داخلة في المنهج كله تقريبا. لا، هو مش تقريبا، هو دخل في المنهج كله فعلا. دخل في المنهج كله فعلا، وعشان كده هتلاقي اي امتحان فيما لا يقل عن سؤالين او اربع سؤالين مخصصين بيه، ومن 4 ل5 افكار في الامتحان متعلقين بالفكره دي برضك. يعني ايه؟ يعني تقدر تقول انت معاك من 5 درجات ل10 درجات على الفكره دي. كمان هتكامل مش كفصل اول. لانك لو لعبت فيها فانت هتعرف تتحكم في كذا حاجه في المنهج، يعني فصل تاني، فصل تالت، وحديثة، كله بصراحة كله يعني. بس أنا مش عشان ما اقطعش عليك الفيديو، لأن أنا عامل السلسلة ديت للناس اللي هي ما تعرفش حاجة، أو الناس اللي عارفة بس مش متذكرة، فدي تختصر عليك الفكرة وتعرفك الفكرة ماشية ازاي. ويا ريت لما اشرح مسائل تبقى توقف الفيديو بعد ما تفهم كذا مسألة، تكمل انت المسألة اللي وراها قبل ما اشرحها، وبعد كده انت ايه، وبعد كده انت تبدأ تحل، تشوف حلها ماشي ازاي. فاستعانة بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم على قراءة الفولتميتر وإتاة المصباح وقراءة الأميتر وكل المنهج. بصراحة أنواع المسائل في النوع دوت 3 أنواع ليس إلا في المنهج كله. أيوة، في المنهج كله، حتى داخل فيها رسم بياني عامة يعني. فأول نوع عندي بالخطوات. بالخطوات ديت يعني إيه؟ إمتى أحلها بالخطوات؟ ويعني إيه خطوات أصلا؟ بحلها بالخطوات لما يكون في عندي ريوستات والبطارية شرطين. الشرط الأولاني يكون عندي ريوستات، الشرط التاني يكون عندي بطارية. البطارية تكون ليها مقاومة داخلية أو مقاومة توالي، لأن مقاومة داخلية كأنها مقاومة توالي يعني. أوكي، مقاومة داخلية للبطارية أو مقاومة توالي مع البطارية. في الحالة دي أنا هضطر أحل المسألة بالخطوات. إيه الخطوات؟ إن أنا أشوف القراءة الصحيحة. القراءة الصحيحة شروطها شرطين. الشرط الأولاني إن يكون التيار اللي في القراءة تيار كلي، وابعد عن مفتاح الريوستات، وهقول لك ليه. بس يعني دلوقتي هقول لك عشان ما يكونش عندك متغيرين، بس مش وقته يعني. بعد كده الخطوة التانية إن أنا أشوف اللي حصل في الدايرة وأبدأ أحكم عليه. النوع التاني من المسائل بالحب، أو أنا أسميها اسم تاني، بتوزيع الإيه؟ بتوزيع الجهود. أوكي؟ بتوزيع الجهود. في الحالة دي يا صديقي بستخدم الطريقة ديت لما يكون المقاومة الداخلية للبطارية بتساوي صفر ومفيش مقاومة توالية. يعني عدم وجود مقاومة داخلية للبطارية وما عندك، أو مقاومة توالية، يعني عكس اللي فوق. النوع التالت وبيجي كتير في الامتحان برضك، هم كلهم بيجوا عامة يعني عشان ما نخصصش جزء معين بتهتم بيه. مفاتيح ديت يفضل تحل المسألة مرتين، نصيحة أخ. يعني تحل مسألة مرتين، حتى لو كلها رموز، فأنت افترض إن في واحد 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 واحد، كل مقاومة قيمتها واحد، والبطارية قيمتها 5 ولا حاجة. ثبت الأرقام دي طبعا، وابدأ افتح قبل القفل وبعد القفل. ابدأ احسب كل حاجة قبل القفل وبعد القفل. أنت سؤال امتحان، فأنت محتاج تجيب السؤال، أكيد محتاج تجيبه صح، فمش محتاج إنك تتجازف أو تتسرع. فدي أفضل حل ليها من وجهة نظري شخصيا، إن أنا أحل مسألة قبل وبعد الغلق، وعشان كده سيبها للآخر مع مسألة كيرشوف عشان ما تضيعش وقت عليها، وبرضه تحلها صح وأنت مطمن يعني. ممكن تتحل بالخطوات اللي فوق برضك عادي، يعني ممكن تتحل بالخطوات اللي فوق لو أنت متمكن منها، ولكن نصيحة أخ، حلها بالمرتين. كلمة إضاءة المصباح يعني قراءة فولتميتر، لكن ما يقول لي قراءة أميتر معناها قراءة فولتميتر برضك، لكن بشرط إن تكون مقاومة الفرع اللي فيه الأميتر ثابتة. يعني الأي بيساوي الفي على الآر، فيكون الآر ثابتة عشان يبقى الأي طردي مع الفي. لو الفي ثابت يبقى الآر عكسي مع الآر، لكن الفي والآر مش ثابتين، فما أقدرش أحكم. ما ينفعش، ما هبتش، ما أقولش طب ده هيأثر أكتر، ما أثرش. أمال أعمل إيه؟ اعمل زي حته المفاتيح، ان افرض ارقام واثبت الارقام دي كقيمه، وابدا احسبها مرتين. وفي مساله ان شاء الله انا اعملها عشان نطبق على الفكره دي. انا بقول لك ازاي تحل في امتحان، مش بقول لك انك ازاي ترسم المنهج. عندنا امثله متدرجه من سهل للصعب باذن الله، فنسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول مثال بسيط جدا، بيقول لك انا عندي فولتميتر ماسك ريوستات. طبعا كل الامثله اللي عندي زياده ريوستات، انا مثلا عشان اثبت بس ان عند زياده الريوستات. طبعا خلي بالك بقى، في نقص الريوستات، في حذف مقاومه، في كتير بقى، بس يعني انا اثبت الفكره لان مش مهم عندنا. وكمعلومه نصيحه ليك، ان اي ريوستات
انت زودته سواء هو كان مكانه ده توازي او توالي بيزود المقاومه الكليه. واي ريوستات انت قللته سواء برضه كان توازي او توالي بيقلل المقاومه الكليه، يعني في الحالتين مش هتفرق. فزياده الريوستات او تقليل الريوستات مش هيفرق معاك قوي في الموضوع. ثواني كده اشغل فلاش يمكن احس ان الموضوع الطف شويه. ده الطف كتير. اتفقنا؟ طيب فبسم الله. يبقى كل الامثله هنشوفها ان شاء الله زياده الريوستات، اتفقنا؟ وكلها غلق المفاتيح لما تيجي يعني. المهم يعني القراءه الصحيحه ايه؟ والله بص، اي فولتميتر مهما كان مكانه له قراءتين. طبعا الفكره دي هتفيدنا كتير قوي. له قراءتين، قراءه داخليه وخارجيه. الداخليه اللي هي بين طرفين جوه، الخارجيه اللي بره كلهم. الحته دي كده، دي كده الخارجيه. طبعا بتاخد كل اللي بره بقى سواء كان بطاريه او كده، وفي فيديو طبعا هشرح فيه كل انواع قراءات الفولتميتر الداخليه والخارجيه عشان تبدا تحكم عليها وتبدا تاخدها بقلب جامد، بس ده مش محتوى الفيديو ده. فالفي بيقرا الداخلي اي في ار، بس ده ار في ار ريوستات وما ينفعش احكم على القراءه دي. اشمعنى؟ لان الاتنين متغيرين، دي بيتغير وده بيتغير تبعا ليه. يعني الريوستات لما يزيد التيار يقل وهكذا، فمش هينفع. هحكم انا مين؟ طيب يعني انا الفي بيساوي الاي في الار، انا طردي معاك وطردي معاك، هبقى ماشي معاك ولا معاك؟ ما اقدرش احكم. تمام كده. طيب اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام. كنت عاوز اقول لكم ايه بقى تاني؟ في فكره حلوه قوي اقول لك عليها برضك. ان ما كانش تنفع اي في ار يبقى في باتري ناقص اي ار، او ما كانش ينفع في باتري ناقص اي ار يبقى اي في ار. ليه؟ مش بصمجه، ولكن ما كانش احمد يبقى حاج احمد. يعني انا بظبط لكم، يعني انا بساعد الطلبه اللي هم واعيين خالص. فانا بقول لك نقطه حلوه. الفي بيساوي الاي في الار يبقى كده الفي طردي مع التيار، والفي بيساوي في باتري ناقص اي ار يبقى كده الفي عكسي مع التيار، وبالتالي ما كانش طردي يبقى عكسي، وما كانش عكسي يبقى طردي. ده الحكمه من الموضوع كله. اتفقنا؟ فانا مش هينفع معايا اي ار، فمن غير ما افكر دي هتتحل بالحب ولا خطوات. بص 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 كده، تعالى معايا. عندي ار سمول لا تساوي الصفر، فهتتحل بالايه؟ المقاومه لها مقاومه داخليه، يبقى تتحل بالخطوات. اشوف القراءه الصحيحه. دلوقتي احنا بندور على القراءه الصحيحه، بعد كده اشوف اللي حصل في الدايره. اتفقنا؟ يعني القراءه الصحيحه ما ينفعش دي. يبقى القراءه الصحيحه ايه؟ الفي بيساوي في باتري ناقص اي ار، بس ار سمول، ار داخليه. ماشي. طيب هبدأ أقول إيه اللي حصل. الريستات زاد، الار داش زادت، فالاي داش هيقل، وده ما يقل هو عكسي عشان في سالب، يبقى ده هيزداد. لو كان موجب أطردي. اتفقنا؟ ماشي. المثال اللي وراه يبقى كده فولتميتر يزداد. المثال اللي وراه في بيساوي ايه؟ الفي بيساوي الاي في الار. ليه الاي في الار؟ قبل ده كله سوري، هشوف الاول انهي نوع من المسائل. عندي ار سمول لا تساوي صفر، يبقى تتحل بالخطوات. ماشي. يبقى هضطر اشوف القراءة الصحيحة، وطبعا القراءة الصحيحة اي في ار عادي جدا. هو فين الريوستات؟ سوري، يعني نحط الريوستات من عندنا كده اهو. بعد الريوستات ده زاد، فالار داش تزداد، فالاي داش يقل، فالفولتميتر يقل لانه طردي مع التيار. طب يا مستر ما ينفعش اقرا لبره؟ لا ما ينفعش اقرا لبره. ليه؟ مش هقول لك ليه يعني. اكيد انت عارف ليه. عشان اللي بره فيها ريوستات يعني. المهم الفكره اللي وراها بيقول لك ان الار سمول بتساوي صفر. شفت بقى؟ اتحل بالحب يا مستر، لان الفكره ان انت قلت لي اما يكون مفيش مقاومه داخليه بحلها بالحب. قال لك ماشي، بس هو مفيش مقاومه توالي. هل هنا مفيش مقاومه توالي؟ مفيش مقاومه توالي. لا، ما هو انت عشان مش مذاكر المنهج. لكن الفكره لو شلنا فولتمترات، ونصيحه برضك عشان تريح نفسك من المسائل اللي فيها فولتمترات كتير، الفولتمتر احذفه الا اذا كان له مقاومه يعني. شيله وبص على الدايره من غيره، هتفهم كل حاجه. فلو حذفته كده هتحس ان ايه؟ باينه كده؟ ايوه. هتحس ان كده ايه؟ كله توالي مع بعضه. اوكي، يعني في مقاومه توالي، في مقاومتين توالي، يعني ما تتكلمش بقى. طيب فهنشوف القراءه الصحيحه. قراءتك ايه يا عم؟ قال لي قراءتي كده احل بالخطوات. اتفقنا؟ يبقى في 2 يقرا اي في ار. انا قلت شروط القراءه الصحيحه معلش، ان انا ابعد عن المفتاح وريستات، وان يكون التيار كلي. ان يكون التيار ايه؟ كلي. هل التيار بيمر هنا كلي؟ قال لي ايوه التيار بيمر هنا كلي.
يبقى ده كلي. اهم حاجه اللي انا بتكلم على التيار الكلي للدايره، مش تيار جزئي، مش تيار فرع. طيب في 2 في 1 بيقرا ايه؟ في 1 بيقرا ما ينفعش اي ار. ليه؟ عشان في ريوستات. يبقى الفي باتري ناقص اي الار دي. ليه؟ زي ما اتفقنا هاخد من اول هنا كده الحته دي كلها بس، ماليش دعوه باللي جوه دي كده الخارجيه. الخارجيه فيها ار داش وفيها ار سمول بصفر، فهاخد ار عاديه بس، ار كابيتال عاديه. اوكي. طيب ابدا اشوف بقى اللي حصل. والله الريوستات زاد، انا قلت لك كله بيزيد ماشي. فالاي كلي هيقل، فده يقل فده يزداد عشان عكسي في سالب، وده اما يقل ده يقل، ده عكسي عشان سالب، فما يقل ده يزداد، ده طردي فما يقل ده يقل. فالفولتميتر في 2 يقل وفي 1 يزداد. المسألة اللي وراها بيقول لك انا عندي برضو الريوستات هتزيد، فهشوف هل هتحل بالحب ولا الخطوات الاول. قال لي بص على البطاريه، الار اسمه بصفر. اه يبقى كده هتحل بالحب. استنى، في مقاومه توالي. يعني ايه مقاومه توالي عشان نخلص خالص؟ مقاومه توالي اما الاقي التيار اللي بيمر بالبطاريه هو نفس التيار اللي هيمر على المقاومات، المقاومه اللي جنبها يعني. فلو مشيت تيار كده في الفرع بتاع البطاريه ده كان تيار كلي تيار كلي تيار كلي تيار كلي تيار كلي تيار كلي تيار كلي، فدخل على تفرع. ده مش كلي، هيتجزأ هنا. طب في حاجه ورا؟ ما هو اللي ورا برضه كلي 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 كلي، مفيش اي مقاومه مر فيها ما عليها التيار الكلي زيها زي البطاريه. ايوه، يبقى مفيش مقاومه توالي لا، ومفيش مقاومه داخليه لا. يبقى هتحل بالايه؟ بالحب. ايه بقى بالحب؟ بسميها بتوزيع الجهود. ان الفرع ده كله في باتري، او خليه في ثابت يعني، والفرع ده كله في، والفرق ده كله في، كلهم ثابتين لان كلهم بتاع الفي باتري. طب انت يا فولتميتر بتقرا ايه؟ قال لي انا في 4 بقرا في باتري بس. طب ما فيش اي ار؟ لا، ما هو ما عنديش ار سمول، فما فيش اي ار، يعني انا ثابت. طيب في 3، قال لي في 3 اكيد مش هحلها بالخطوات، هي بتتحل بالحب. فقال الفي 3 هو في ده بالظبط، يعني انا ثابت. انا ثابت لان انا نفس الفي بتاع الفرق ده. طب في 2 وفي 1، لا احنا الاتنين مجموعنا الفي ده، يعني الفي بيساوي في 1 بلس في 2. فانا ثابت كرقم، مثلا انا 10، فده 5 وده 5 مثلا. فلو واحد بقى 6 هيضطر التاني يبقى 4 عشان مجموعنا يبقى 10 زي ما احنا. ولو ده بقى 7 هيضطر التاني يقل يبقى 3 عشان مجموعنا برضو قدام له ايه؟ 10. فلما ده يبقى ثابت دول عكس بعض، اما واحد يزداد التاني يقل. شفت ضربت بامثله رقم ازاي؟ انت بتعمل كده برضو، بتصرف نفسك يعني. فايه اللي حصل؟ قال لي الريوستات هيزيد، فكده الفي طردي مع الار في الحاله دي بقى. هو خلاص ما ثبتت الفرق، الفي طردي مع الار، بمعنى ان لما الريوستات يزيد الفي ده يزداد، فالفي اللي جنبه يقل. ليه؟ ما احنا قلنا مجموعنا ثابت، فالفي 1 يزداد والفي 2 يقل عشان مجموعنا يبقى حاجه ثابته. اظن كده المساله خلصت، بس تاني بسرعه مش فاهمها حاول ترجع الفيديو الاول تاني، ولكن هختصر الموضوع. ان دي بتحل بالحب. ليه؟ لان مفيش مقاومه داخليه، مفيش مقاومه توالي. فكر واحده واحده. وبعد كده ابدا احط بالحب معناها ان توزيع الجهود، ابدا اوزع في على كل الفروع، كل فرع ليه جهد في. وبس كده. اظن انت شرحتها مره، مش هشرحها تاني. ارجع الفيديو وكرر الموضوع اكيد هتفهم. مثال كمان لطيف جدا بيقول لك ان انا عندي اميترات بقى. الموضوع دخل في الجد. عندي اميتر 1 2 3، يعني اميتر 1 2. فبيقول لي بقى ايه؟ طبعا احنا قلنا الاميتر بيساوي الفي على الار. اوكي، دي هتحل بالحب ولا خطوات يا مستر؟ لا، تحل بالحب. ليه؟ ما هو مقاومه داخليه بصفر ومفيش مقاومه توالي، يبقى تحل بالحب. عشان كده ده جهده كله في، وده جهده كله في، وده جهده كله في. وبالتالي من غير ما اتكلم احنا الاتنين ما حصلش فينا اي تغير، احنا عندنا ايه؟ مقاومات ثابته، فانا ثابت وده ثابت. ويا سلام لو حطيت لي هنا اميتر 3 هقول لك برضك والله ثابت، لان الاميتر ده بيساوي ايه؟ الاي ده بيساوي الفي ده على المقاومتين دول. يعني الاميتر 3 اي 3 بيساوي في على المجموع المقاومتين دول ار وار، دول ثابتين وده ثابت، فده هتبقى ثابت يعني اكيد بالمنطق. طيب الاميتر 1 بيقرا ايه؟
ما انا ما ينفعش احكم على طول كده، ما ينفعش اقول اميتر واحد ثابت، الاي بيساوي الفي على الار، يعني له قانون. فالاي واحد بيساوي الفي على الار يوستات. الفي ده ثابت يا وحش، يبقى كده الاي والار عكسي. في اول الفيديو لو تفتكر قلت لك اما اجي احكم كده يعني. فدي اما تزداد ده يقل، واحنا قلنا طبعا مقاومه تزداد فالاميتر ده يقل، ده يقل. طيب وده برضو بيقرأ كلي، بيقرأ كلي. نو 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 نو. ما علينا، بيقرأ كلي. عشان كده ال V ماشي، يبقى الاميتر ده كلي، فالار داش هتزداد، فالاي داش يقل، فده يقل زيه عادي. تمام. طيب اللي وراه بيقول لك خلي بالك بقى، المقاومه الداخليه لا تساوي الصفر، يبقى بتحل بالخطوات. بالخطوات ان انا ابدا اشوف اللي حصل الفولتمتر ده. ينفع يقرا اي ار، انا قلت الشروط ان يكون ابعد عن المفتاح والريوستات، هو ما فيش ريوستات ولا حاجه فتمام. ان يكون التيار كلي. معذره بس عشان بتاع كان نفس الشحن. المهم يعني اللي فوق كان نفس الشحن، نعمل بس فوكس. طيب ده بقى فكره عاليه سيكا، فنركز بالراحه. هنا بيقول لي المقاومه الداخليه لا تساوي الصفر، لا تساوي الصفر، يعني معنى كده ان انا احلها بالخطوات. فالفي واحد ده ما ينفعش يقرأ اي ار لان هو المقاومة ثابتة، ولكن التيار ده تيار فرعي. بالتالي كل هنا اهو، كل هنا اهو، اهو هيتجزأ، هيتجزأ هنا وهنا. يبقى ده تيار ايه؟ تيار فرعي مش كلي. عشان كده ما ينفعش اقرأ الاي ار، لازم أنا اقرأ في باتري ناقص اي ار. طيب اللي حصل للار داش، الار داش زادت، اي داش قلت. انا قلت لك طبعا كل الامثله ار داش زادت، اتفقنا؟ اي داش قلت، فده ما يقل ده ايه؟ يزداد، فالفي واحد يزداد. طب الاميتر، والله الاميتر واحد بيساوي الفي واحد على الار، والار بتاعته بتاع الفرع بتاعه ثابته، يبقى هو نطرد مع الفي، فلما الفي يزداد انا برضو زيه هزداد، يبقى اميتر واحد يزداد. واميتر تلاتة ده تيار كلي، فهو قل فهو هيقل عادي. طب اتنين، قال لي اتنين المفروض توصل فولتميتر وتشوف، بس ثواني، ما انا لو وصلت فولتميتر ما ينفعش اقرا اي في ار، هضطر اقرا في باتري ناقص اي ار. ماشي يا عم مفيش مشكله، في باتري ناقص اي ار. طب ماشي، الاي قل فالفولتميتر يزداد، فانا هزداد، اوكي اوكي، بس في مشكله ايه؟ الاميتر اي 2 بيساوي ايه؟ بيساوي الفي على الار في، ار في اللي هي الفرع بتاعته. طب ما هو كده في ده بيتغير اللي هو بيزداد، ودي بتزداد، انا هعمل ايه؟ هزداد معاهم طيب يعني ولا ايه؟ ما هو مش معقول الكل بيقل وانا بزداد وانا هزداد زيه، مش منطقيا. فما ممكن نعمل حاجة لطيفة بالحب كده، ان ده ما يقل وده يزداد، فاكيد ده يقل، اكيد مش هيزداد. في طريقة تانية الطف واحسن ليا وليك في الامتحان، ان انا ابدأ افرض ارقام، ابدأ افرض ارقام واحكم من خلالها، فالموضوع يبقى بسيط. يعني هقول مثلا ان المقاومة دي بخمسة، والمقاومة دي بخمسة، والبطارية كلها بعشرة، وهثبت الارقام على كده. فاحسب الاي في الحالة الاولى، الاي داش في الحالة الاولى، في الحالة الأولى بيساوي إيه؟ في كل اللي هو بعشرة على المقاومة الكلية اللي هي 2.5، يطلع 4 أمبير. يبقى بالتالي كل في الأول 4 أمبير، هيتجزأ جزء هنا 2 أمبير وجزء هنا 2 أمبير، هيتجزأ عليهم بالتساوي. طبعا تجزئة التيار ليها فيديو تاني إن شاء الله. طيب ده فكرة. طب بعد كده أبدأ أقول أي 2 بيساوي، إحنا زودنا ده، زودنا خلينا كام مثلا يا عم محمد؟ خلينا مثلا يعني 10. ماشي مش مشكلة، وقالك زاد وخلاص. زاد بقى 10 صح، فنحسب المقاومة الكلية في الحالة دي 5 في 10 على 5 موجب 10، يعطينا 10 على 3، يعني 10 على 3 كويس أوي. فيدينا كام؟ 10 على 3 دي مقاومة كلية، يطلع التالي كلي بكام بقى؟ 10 على 3 يعطينا 3 أمبير. يبقى التالي كلي في الحالة التانية ب3 أمبير. هبدأ هنا 3 أمبير، هو فعلا قال له فعلا 3 أمبير، هبدأ أجزأه هنا وهنا. طبعا فاكرين لما قلت لك اي ريسات بيزيد سواء كان مكانه توالي او توازي بيزود المقاومه الكليه، هو زاد، هو توازي اهو بس زاد، فالمقاومه الكليه هتزيد عادي. المهم يعني ان هي 3 امبير هيتجزأ على الفرع 10 والفرع 5،
هيتجزأ بقانون تجزئة التيار اللي هقول لك عليه، او هيتجزأ بعكس نسب المقاومات. يعني المقاومة دي ضعف دي، فيخش فيها تيار نص، يعني يخش هنا 1 امبير ويخش هنا تيار ايه 2 امبير. طبعا هو احنا افترضنا ارقام من عندنا، هو هيزداد والله يعني ثق فيا هو هيزداد. انت هتقول لي 2 وزي 2، لا هو هيزداد ماشي، بس احنا افترضنا ارقام. الفكرة بس ان ده ايه، ده قل، احنا قلنا انه هيقل فهو هيقل، لكن طبعا دي ارقام من عندنا، يعني قول رقم تاني هيطلع معاك ان شاء الله ان ده يزداد والله. اتفقنا؟ طيب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عندك هنا مثال كمان بيقول لك ان في واحد طبعا من غير ما اتكلم ده هتحل بالخطوات، لان احنا هنشيل في واحد فهتلاقيهم كلهم توالي مع بعض. فانا سواء قلت لك في مقاومه داخليه او ما قلتلكش انت عارف انها تتحل بالخطوات. عشان كده في واحد بيساوي اي ار. ثواني بس، انت حكمت بسرعه كده ليه؟ ما هو مش هينفع اقرا في بات هنا اي ار، هقرا اللي بره اللي هي اي ار. طيب ايه اللي حصل؟ ان الريوستات او الار داش زادت فالاي كلي قل، فده طردي، يبقى انا هقل زيه، يبقى الفي واحد يقل. اللي وراها بقى نفس الفكره برضك، ولكن بشكل جديد، وفي اشكال كتير قوي هتجيلك، يعني اشكال غير متعدده او غير معدوده، يعني مش مو اللفظ. المهم يعني بسم الله الرحمن الرحيم. فعندك الار سمول بتساوي صفر، يعني تتحل بالحب، لان مفيش مقاومه توالي، مقاومه توالي بيمر فيها تيار كلي، هنا هيتجزأ وهنا هيتجزأ. طيب بالحب يعني ايه؟ يعني الفرق ده كله كده جهده في، والفرق ده كله كده جهده في، وبالتالي انا جهدي فيه فانا ثابت. ولو حاطط اميتر فابدا اشوف برضو كل اميتر ثابت. والفرق ده كله كده الفي بيساوي في واحد موجب في اتنين، لسه حالين واحده شبهها بالظبط اهي جنبها، سبحان الله يعني جنبها اهي. فاحنا قلنا ان ده ثابت، فالريوستات هيزيد، فالفي 2 يزداد لانه يبقى طردي معاها بقى، وده يقل. اتفقنا؟ ده يزداد وده يقل. ما تحاولش تشغل مخك اكتر من كده، كده الموضوع بسيط ولطيف، واظن ان الموضوع مفهوم يعني. طيب اخر امثله معانا عشان نخلص بقى، انت شكلك تعبت مننا. بسم الله. مصابيح، طبعا مصابيح زيها زي الفولتمتر بالظبط، طبعا في مفاتيح، فانت عندك طريقتين للحل. الطريقه الاولانيه انك تحل بالحب او الخطوات على حسب نوع المساله، او انك تحل المساله مرتين، يعني تفرض ارقام من عندك وتحلها مرتين. شايف المساله اللي حلها قبل كده كان فيها اميتر، حطينا ارقام من عندنا وثبتنا الارقام وزودنا الميوستات، عملنا اللي عليه. فطبعا مش مره واحده، بتعملها مرتين ثلاثه عشان تثبت لنفسك او تثبت المساله صح يعني، بدون ما تغلط. ماشي. طيب هنا سواء قلت لك في مقاومه داخليه او ما قلتلكش، انت عارف طبعا انها تتحل بالخطوات، لان في مقاومه توالي هيمر على التيار الكلي عادي. فنبدا نشوف. والله اوصل هنا فولتميتر في واحد، واوصل هنا فولتميتر في اتنين. في واحد ده بيقرأ اي في ار عادي، لان بيمر في تيار كلي وهو مفيش عنده مفتاح او ريستات. هنا في اتنين ما ينفعش يقرأ اي في ار لان عنده مفتاح، فاضطر ان انا اقرأ في باتري ناقص اي ار. وطبعا احنا قلنا غلق المفتاح ده دي مقاومة كلية بقى، دي ترجع لك انت، مقاومة كلية هتقل لان انت اضفت مقاومة على التوازي، اضافة مقاومة على التوازي تقلل مقاومة كلية. لكن عندك مقاومة على التوازي وانت زودتها او قللتها، فدي هتغير في مقاومة كلية زيها بالظبط، يعني زودتها المقاومة الكلية هتزيد، قللتها المقاومة الكلية هتقل. حذف مقاومة من على التوازي المقاومة الكلية هتزيد. اتفقنا؟ إضافة مقاومة على التوالي المقاومة الكلية هتزيد، حذف مقاومة على التوالي المقاومة الكلية هتقل. لكن موجودين وغيرتهم فالمقاومة الكلية ترضي معاهم، يعني هتتغير زيهم عادي. فأنا كده ضفت مقاومة على التوازي فالمقاومة الكلية هتقل، فالأي الكلي يزداد، فده طردي مع التيار عشان بيساوي الاي في ار، يبقى هو يزداد زيه وده يقل. اتفقنا؟ طيب المسألة اللي وراها هتتحل تقريبا بالحب، لأن الار سمول بصفر ومفيش مقاومة توالي، فالمفروض إن أنت هتحلها بالحب. يعني أوصل في كده كامل عليهم، اللي هو الفرق ده في والفرق ده كله في مفتاح هنا اهوت. لما اقفل المفتاح انت اصلا ما كنتش بتضيء يا وحش، فانت كده هتضيء، فده كده هيزداد يعني، ده يزداد. دول احنا كنا بنضيء، بس الفكرة ان احنا فرق جهودنا ثابت ما اتغيرش، ما حصلش اي حاجة. فاهمني ولا لأ؟
فرق جهدنا ما اتغيرش، هي المقاومه الكليه قلت وكل حاجه وحصل اكشن في البوتنشال وكل حاجه عادي، بس انت بتتكلم انه بيتحل بالحب. في اثباتات للموضوع ده ولكن انا مش عاوز اتعبك، تفهمني؟ فالفي ده ثابت مش هيتغير، والفي ده بيساوي مجموع جهد المصباح بي ومجموع جهد المصباح سي. هو نفس السؤال اللي احنا كنا بنحله يا صديقي من شويه. فين المساله اهي؟ فين؟ نفس السؤال ده ونفس السؤال ده عادي يعني. اوكي، فطبعا مجموعنا ثابت، يبقى انا هدني ثابت، يعني ده ثابت وده ثابت، لكن ده يزداد لانه ما كانش بيضيء اصلا، ما كانش بيضيء فكده هيضيء. اللي وراها عندك الار سمول بالصفر، يعني في اصلا قيمه هتحل بالخطوات. ادي في واحد وادي في اتنين وادي في تلاتة. والله انت من غير ما تتكلم انت هتزداد اصلا لان ما كنتش بتضيء. طب دول، قال لي انا ما ينفعش اقرا اي في ار. اشمعنى يا صديقي؟ قال لي عشان انا تيار فرعي. اتفقنا؟ هيخش جزء هنا وجزء هنا، فانا فرعي. طب وانت زيه بالظبط، يعني انتوا الاتنين بتقراوا ايه؟ قال لي احنا الاتنين بنقرا في باتري ناقص اي ار. غلق المفتاح يعني ضفت مقاومه توازي معاهم، فالمقاومه الكليه تقل، فالتيار الكلي يزداد، فده يزداد ده يقل، ده يزداد ده يقل. اظن الموضوع بقى سهل. بسم الله. اللي وراها تتحل بالحب والخطوات. يلا. وقفت فيديو طبعا واكيد فكرت فيها. هتتحل برضو بالحب لان مفيش مقاومه توالي مع البطاريه، فهوصل هنا في وهنا في وهنا في. ده ثابت يا باشا، وده مجموعنا في واحد وهنا في اتنين، فابدا اقول والله في بيساوي في واحد بلس في اتنين. ده ثابت. في واحد ده ايه اللي حصل؟ في اتنين قفلت المفتاح فالمقاومه قلت، فالفي اتنين ايه؟ قل، ففي واحد يزداد. اوكي، فده يقل ده يزداد سوري، وده يقل. يبقى ضغطهم ده ضغطه تقل وده ضغطه تزداد لانه اصلا ما كانش شغال فهيشتغل، وده ضغطه تزداد عادي وده ثابت. سؤالين من ثانويه عامه 2023، طبعا هو موجود في كل ثانويه عامه، يعني كل امتحان ثانويه عامه حتى في التجريبي موجود من دي امثله كتير، ولكن ده بس مثالين عشان اشوفك بس هتحلهم ولا لا. فكرت في السؤال طبعا؟ فكر ماشي، جميل جدا ممتاز. الفينا هو كان عاوز علاقه اصلا بيانيه عامه، يعني عاوز علاقه بيانيه بين الفولتميتر بين الاميتر تقريبا، او الفولتميتر بين الفولتميتر والاميتر على ما اذكر. فطبعا الاميتر في بيساوي ايه؟ بيساوي الاي في الار، يعني طردي عادي. طبعا في علاقات بيانيه في فيديو ان شاء الله هعمله ليها عشان برضو اذكرك بيها. هنا برضو ده ثانويه عامه 2023، المفروض اللي بيسالك على الفولتميتر ده والاميتر ده، فدي فيها مفاتيح. انا بقول لك انه يفضل تحلها بالايه؟ بالخطوات، تحسبها مرتين قبل وبعد. عامة اللي فيه ده بيقرأ ايه؟ بيقرأ في باتري ناقص اي ار، وده ما ينفعش لسه اوصله فولتمتر واشوف. خلاص، غلق المفتاح ده المقاومة الكلية دي مقاومة توازي اصلا، المقاومة الكلية تقل انك ضفت واحدة على التوازي فالاي كلي يزداد، فالفولتميتر ده يزداد فده يقل، فالفولتميتر يقل. ده لو غلق المفتاح، لكن هو في السؤال قال فتح المفتاح. فكده المقاومة الكلية ايه؟ تزداد. دي من عندنا، دي من عنده هو بقى، اللي هو في الثانوية عامة. فتح المفتاح فده يزداد فده يقل، فلما التيار يقل الفولتميتر ايه؟ الفولتميتر يزداد. يعني اجابة السؤال في الثانوية عامة ان هو يزداد مش يقل، ده من عندنا. طيب الاميتر ما اقدرش اوصل الفولتميتر ليه يا مستر؟ قال لي ما انت لو وصلت الفولتميتر هيحصل له تغير، وفي اصلا في تغير في الفرع، مقاومة بتتغير. طب الحل الوحيد اعمل ايه؟ افرض ارقام وحلها. طبعا مش هضيع وقتك في الموضوع ده، فنحل السؤال اللي وراه عشان ده فكرة بس جديدة. وكده احنا خلصنا. طبعا تثبتها بقى لنفسك، ما عرفتش تثبتها بقى اسألني في الدرس. هنا في مفتاح برضك، فانا يفضل احلها بالخطوات. لا ده اكيد لازم احلها بالخطوات، لانك لو حطيتهاش بالخطوات ممكن تغلط يعني. فمختصر الموضوع، ده بيقرا في باتري ناقص اي ار، ده بيقرا اي ار، ده بيقرا في باتري ناقص اي ار. بس الفكره في حاجه كده انا عامل غلط، فاهمني ليه؟ هنا بيقرا اي في 2 ار، ده الصح.
ده بيقرأ اي في ار، ماشي تمام. ده بيقرأ في باتري اللي هو اللي بره كله، بس هو بيشوفك فاهم ولا لا، مش مبصمج برضو، كان كده ببصمج لك يعني. في واحد بيقرأ في باتري ناقص اي الار والار واتنين ار تاتا ار، اي في تاتا ار. المفروض حضرتك هتحسب الاي داش في الحالة الأولانية بيساوي في باتري، تفرض الرقم أي رقم من عندك على المقاومة الكلية، كل واحد بواحد مثلا، يعني ده واحد ده اتنين ده اتنين ده اتنين في الحالة الأولانية، فيطلع برقم. في الحالة التانية الاي كلي برضو برقم، وهتعوض بالأرقام ديت هنا، وهشوف القراءة بتاع كل واحد فيهم هتحصل لها ايه. فللعلم بالشيء ليس إلا المقاومة الكلية هنا كده هتقل، فالتالي كله يزداد، لأن دي السلك توازي، التالي كله يزداد، فلما التالي كله يزداد فده يقل، وده يزداد وده يصبح صفر بعد ما تثبته، يصبح صفر، وهتشوفوا ليه. حاولوا تثبتوها، وما فهمتوهاش ابعت لي أو اسألني في الحصة. بالتوفيق الجميع، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع